السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي محمود. وأنا اسمي منى. أهلا بيكم في قناة فهمناكو. النهاردة هنغوص في عقل المستهلك ونفهم هو بيفكر إزاي بالظبط وهو بيشتري أي حاجة. النهاردة هنبدأ بمراجعة سريعة على اللي فات ونحل سؤال ملف العرض، وبعدها ندخل في تقيل فصل سلوك المستهلك. هنمشي خطوة بخطوة من أول يعني إيه منفعة وإزاي نرسم تفضيلاتنا على خريطة، وبعدين نشوف إيه اللي نقدر عليه بفلوسنا، وفي الآخر نوصل للحظة اللي المستهلك فيها بيقول أنا كده تمام قوي. وقبل ما نبدأ تابعونا على السوشيال ميديا وجروبات الواتساب والتليجرام اللي في الوصف عشان ما تفوتوش أي حاجة. طيب نفتكر سؤال التحدي بتاع المرة اللي فاتت. السؤال كان بيقول لو غلي سعر لحم الضأن والبقر ايه اللي هيحصل لعرض لحم الدولفين في السوق؟ الإجابة يا جماعة هي إن المنتجين هيجروا ينتجوا لحم بقر وضأن عشان يكسبوا أكتر، فبالتالي عرض لحم الدولفين هيقل لأن الموارد الإنتاجية كلها اتوجهت للحوم التانية اللي سعرها بقى أعلى. يعني يا شباب بالبلدي كده الجزار هيسيب الدولفين اللي محدش بياكله يركز في اللحمة اللي غليت عشان يلم فلوس، فالدولفين اختفي من السوق. بسيطة خالص. تمام قوي. يلا بينا ندخل في موضوعنا الأساسي وهو توازن المستهلك ونظرية المنفعة. عشان نفهم ليه بنختار حاجة ونسيب حاجة لازم نبدأ بأول وأهم مفهوم وهو المنفعة. المنفعة أو اليوتيليتي هي ببساطة قدرة السلعة دي على إنها تشبع رغبتك، هي مقياس الرضا أو السعادة اللي بتاخدها لما تستهلك حاجة معينة. ومن هنا بنروح لمصطلح أدق وأهم وهو المنفعة الحدية، ودي بقى المنفعة اللي بناخدها من استهلاك آخر وحدة من الحاجة دي. منا تخيل إنك صايم وعطشان جدا، أول كوباية مية بتشربها ليها منفعة حدية رهيبة، بترويك وبترد فيك الروح. الكوباية التانية أقل شوية في منفعتها، التالتة يا دوبك بتشربها وخلاص لحد ما تشبع خالص والمنفعة تبقى صفر. المثال بتاع منا ده بيودينا لأهم قانون في الجزء ده، وهو قانون تناقص المنفعة الحدية. وببساطة القانون ده بيقول إنه كلما زادت الوحدات اللي بتستهلكها كل ما المنفعة اللي بتحصل عليها من كل وحدة إضافية بتقل. بصوا معايا على الرسمة دي، شايفين المنحنى نازل لتحت إزاي؟ ده هو قانون تناقص المنفعة الحدية بعينه. كل وحدة زيادة بتستهلكها بتديك منفعة إضافية أقل من اللي قبلها، بالظبط زي سندوتشات الحواوشي. أول واحد بتبقى بتاكل صوابعك وراه، التاني حلو، التالت بتبدأ تزهق، عند الخامس ممكن يجيلك مغص ومنفعته تبقى بالسالب. والجدول ده بيورينا الفكرة بالأرقام. عندنا المنفعة الكلية ودي مجموع كل المنافع الحدية. لاحظوا إن المنفعة الكلية بتزيد، بس المنفعة الحدية نفسها اللي في العمود اللي جنبها عمالة تقل مع كل وحدة جديدة. وهنا بقى بتظهر العلاقة السحرية. بصوا كويس، لما منحنى المنفعة الكلية على الشمال يوصل لأعلى نقطة ليه، يعني أقصى أشباع ممكن، ده بيحصل في نفس اللحظة بالظبط اللي منحنى المنفعة الحدية على اليمين بيلمس فيها الصفر. دي هي نقطة التشبع التام. حلو أوي، كده فهمنا المنفعة. ننتقل بقى لمفهوم منحنيات السواء. دي الأداة اللي بنستخدمها عشان نرسم خريطة لتفضيلات المستهلك بين حاجتين مختلفتين. منحنى السواء من اسمه هو منحنى بيبين المجموعات المختلفة من سلعتين اللي بتدي للمستهلك نفس القدر من الإشباع. يعني أي نقطة على نفس المنحنى سواء دي أو دي بتديله نفس درجة الرضا بالظبط. يعني يا بطل لو معاك مبلغ ممكن تجيب كيلو كباب وكيلو كفتة أو نص كباب واتنين كفتة، في الحالتين انت راضي وشبعان بنفس الدرجة. التوليفات دي طالما بتديك نفس مستوى السعادة تبقى على نفس منحنى السواء. والمنحنيات دي ليها كام خاصية مهمة قوي. أولاً هي بتميل لتحت. ثانياً مستحيل تتقاطع. ثالثاً ودي الأهم، كل ما المنحنى كان أعلى وأبعد عن نقطة الأصل كل ما ده دل على مستوى رضا وسعادة أكبر. وزي ما احنا شايفين هنا المنحنى بيميل لتحت لأنك عشان تزود من سلعة لازم تقلل من التانية عشان تفضل على نفس مستوى الرضا، وما ينفعش يتقاطعوا لأن ده معناه إن تفضيلاتك مش منطقية، وده ضد الافتراضات الأساسية للنظرية. تمام، احنا دلوقتي عرفنا رغبات المستهلك شكلها ايه، بس رغبات لوحدها مش كفاية، لازم نشوف هو يقدر على ايه بفلوسه. وهنا بيجي دور بطل الجزء التاني من القصة، خط الميزانية. خط الميزانية أو البادجت لاين ده بيمثل ببساطة كل التوليفات من السلعتين اللي المستهلك يقدر يشتريها ويدفع تمنها بالكامل بدخله المتاح. أي نقطة على الخط ده معناها إنه صرف كل فلوسه. أي نقطة تحته يقدر يشتريها ويفيد معاه فلوس. أي نقطة فوقه دي أحلام مقدرته المادية مسوصلاش حاليا. طب إيه اللي بيحصل لو دخلك زاد؟ منطقي جدا، قدرتك الشرائية بتزيد، فالخط كله بيتحرك لبره بشكل موازي، وده بيفتح لك اختيارات أكتر ما كانتش متاحة قبل كده. أما بقى لو سعر سلعة واحدة بس هو اللي اتغير، وليكن مثلا السلعة اللي تحت سعرها قل، فالخط مش بيتحرك كله، لا هو بيلف لبره.
معناه إنك تقدر تشتري كمية أكبر من السلعة اللي رخصت دي، لكن أقصى كمية تقدر تشتريها من السلعة التانية زي ما هي. دلوقتي وصلنا للحظة المنتظرة، لحظة الحقيقة. معانا خريطة رغبات المستهلك اللي هي منحنيات السواق، ومعانا حدود إمكانياته المادية اللي هي خط الميزانية. يلا نحطهم على بعض عشان نوصل لنقطة توازن المستهلك. بصوا على الرسمة دي كويس جدا. المستهلك هدفه يوصل لأعلى منحنى سواء ممكن. النقطة E هي نقطة التوازن، دي النقطة الوحيدة اللي بيلمس فيها خط ميزانيته أعلى منحنى سواء يقدر يوصل له. عند النقطة دي المستهلك بيكون حقق أقصى إشباع ممكن في حدود فلوسه، وده هو الاختيار الأمثل. عاش يا أبطال، كده فهمنا سلوك المستهلك ومفيش سؤال هيقف قدامنا بإذن الله. دلوقتي وقت سؤال التحدي. سؤال التحدي هو: ماذا يحدث لمنحنى السواق لو المستهلك كره السلعة فجأة؟ هستنى إجابتكم في كومنت، وأول إجابة صح هقول اسمها الفيديو الجاي. ما تنسوش اللايك والشير والجروبات اللي في الوصف. سلام يا أبطال قناة فهمناكم.